خسران وكان في حد واقع قال لهم فير بلاي اهو. بص دي اللقطه بتاعه محمد بتاعه احمد سمير، هنا نسمعها مع بعض. اول ما احمد سمير وقع ايه ده دي لقطه يمكن احمد سمير وهو واقع وهو بره وشايفين عمال يقول له التنافس. كنا ساعتها 2-1 الزمالك اعتقد وماتش صعب جدا وهو مركز. كنا تعادلنا 2-2 بصوا الراجل مش باصص على الماتش خالص، الراجل مركز مع سمير اللعيب بتاعه اللي ضحى بنفسه اللي تعب في الماتش، بيروح يبص على الماتش ويرجع لسمير تاني. دي حاجات سنس مع اللعيبه بشكل قوي جدا، ارتباط الراجل بلعيبته عامل ازاي، وده يمكن مخلي اللعيبه تحبه جدا. يعني بصوا قاعد باصص لسمير، طبعا الف سلامه على احمد سمير والحمد لله بيتكلم دلوقتي كويس. هيعمل اشعه النهارده باذن الله مع دكتور مصطفى، ولكن كان في مرحله مش عارف ياخد نفسه من كتر الخبطه يا جماعه، بيبقى صعبه جدا جدا على التنفس انك تاخد نفسك بشكل او باخر. وده يمكن احساس بعد المباراه تمام، بعد المباراه ما خلصت وفرحه اللعيبه بالمباراه، شايفين الاحتياطي وفرحتهم كما هم اللي بيلعبوا بالظبط. مستر فييرا اول حاجه عملها راح لاحمد سمير، ودي حاجه بصراحه الراجل ده كل يوم بيبين ان ده بني ادم كويس، بغض النظر هو مدرب كويس او مدرب او حاجه فنيه كويسه جدا، لكن كبني ادم وكانسان محترم، ودي حاجه الاهم، وده الحاجه اللي تخليك تحترم الراجل ده بشكل او باخر، لانه فعلا بني ادم وانسان محترم جدا، بيخاف على لعيبته، بيقف معاهم، بيشجعهم، وحتى زمايل لعيبته هي كلها نزلت له بعد الماتش تطمن على احمد سمير. كابتن ايمن طاهر، ميشو، يمكن الفرحه كبيره لان الماتش كان صعب، وكان يعني احساس صعب جدا بالفوز. نسمعها تاني مع بعض وهو راجل في وسط الماتش عمال يقول الناس اكسجين، عمال مركز مع سمير. يعني ده يمكن الماتش 2-2 في اخر دقائق المباراه. طيب خلينا ناخد التقرير بتاع دكتور مصطفى المنيري، نطلع نسمع دكتور تقرير مصطفى المنيري بيتكلم عن سيسي.